بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الذي وفقنا لما نحن فيه الآن. أهنئ أبنائي الذين وقع عليهم هذا اللون من العدوان خلال الأيام الماضية، أهنئهم وأهنئ كل أهلهم وذويهم وشعب مصر كله بخروجهم دون أن يصاب أحد منهم بأي أذى، الحمد لله. ثم أتوجه بالتهنئة والتقدير لكل هذه القيادات، قيادات مصر، القوات المسلحة وكل قياداتها وأبنائها، ووزارة الداخلية كل أبنائها وكل قياداتها، المخابرات العامة وما بذلته الحكومة والوزارة وما نبذله جميعا. الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وباقي القيادات في القوات المسلحة وأبنائهم جميعا، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وكل قيادات والذين شاركوا في هذه العملية مع إخوانهم من القوات المسلحة. وأنا أريد أن أخص بالذكر اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الأمن المركزي الذي ما زال موجودا في الميدان مع باقي إخوانه من أبناء الداخلية والقوات المسلحة، واللواء رأفت شحاتة وهو مدير المخابرات العامة. وأريد أن أحيي بكل تأكيد اللواء محمود حجازي مدير المخابرات العسكرية وكل من معه من رجال المخابرات العسكرية، وكذلك اللواء أحمد حلمي مباحث العامة الأمن العام، اللواء خالد ثروت الأمن الوطني، كل هؤلاء، اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني الذي كان وما زال يقف على أرض الميدان وهو معنا الآن، وصاحب القيادة الحكيمة مع رجال القوات المسلحة والشرطة في هذه العملية الكبيرة الممتدة. مصر جميعا من ساهموا من هذا الوطن هم كل أبناء مصر الذين التفوا حول قيادتهم، حول قواتهم المسلحة، حول وزارة الداخلية، حول كل أجهزة الأمن. نحن جميعا هذا نموذج ومثال كيف يكون التكامل وكيف يكون التعاون وكيف يكون التخطيط وكيف يكون التنفيذ وكيف يكون الوطن هو الأول والأخير والمواطنين هم الهدف أينما وجدوا. أبنائنا هؤلاء ولا قطرة دماء واحدة ولا يساء لأي منهم. أهلنا في سيناء، أصحاب الأرض المقيمين فيها، أهلنا الذين نحافظ عليهم، على أطفالهم، على نسائهم، على رجالهم، على بيوتهم، على أرضهم، على حقوقهم. تعاونوا معنا في هذا، تعاونوا مع رجال القوات المسلحة ورجال الداخلية ورجال المخابرات، تعاون الجميع ورجال سيناء في القلب من هذا كله
لكي تتم هذه العملية ويخرج أبنائنا بهذا الشكل، هذا الشكل الذي يحافظ على كرامة الوطن وعلى أمن وكرامة المواطنين. لا نتعجل ولا نتراجع. الدولة سلطانها وهيمنتها المتمثلة في مواطنيها المنتشرين في كل مكان في مصر وفي سيناء، والمتمثلة في رجالها من أبناء القوات المسلحة والداخلية وباقي الأجهزة. هذا مثال لكيف يكون التعاون، وكيف يكون التكامل، وكيف يكون التخطيط، وكيف تكون العمليات في التنفيذ. هذا المثال نحن نتحرك به دائما. هذه مصر، وبالتالي لا تضيع الحقوق. نحن نتحرك لأن الدولة المصرية القوية الفاعلة، النموذج الآن سرعة الانتشار للقوات المسلحة بشكل يضمن سلامة الوطن إذا ما وقع عليه أي نوع من أنواع العدوان. سرعة الانتشار واتخاذ الأماكن وتطوير المكان واستخدام التضاريس والجغرافيا والقوة والتدريب، وكذلك رجال الداخلية وانتشارهم مع إخوانهم من القوات المسلحة ووجودهم في الميدان معهم، وكذلك كل أجهزة الأمن الأخرى الموجودة معنا الآن، والرجال والجنود المجهولين المعروفين بالتفاصيل لنا ولربما لا يتسع المقام للحديث عنهم جميعا. أقول هذه المناسبة، وإن كنا تألمنا كثيرا لأن ولدنا نالهم ما نالهم، إلا أننا نؤكد على نقاط مهمة في هذه المناسبة. مصر جسد واحد، مصر قيادة واحدة، مصر قوة متكاملة على أرض مصر بكل أرجائها، شرقا غربا شمالا جنوبا. بفضل الله ننتج، بفضل الله نتقدم، إرادتنا بأيدينا، قواتنا المسلحة تفرض على أرض الوطن بكل قوة واقتدار كيف تحمى حدود هذا الوطن وأمن هذا الوطن. ورجال الداخلية والشرطة يتحركون، وأنتم تسمعون عن الكثير من الإنجازات في هذا المجال من الداخلية في داخل الوطن في دورهم الأصيل والأساسي، وأمن الوطن واستقراره في الداخل، وإذا ما لزم الأمر هكذا في أطرافه لحماية مواطنيه، وكل يؤدي دوره بتكامل مع الآخر. هذه الملحمة والمنظومة تؤكد وحدة الوطن ووحدة القيادة ووحدة الأدوات ووحدة الهدف وتعدد الوسائل داخل إطار الخطة. وضعت خطة لهذا، وما زلنا نضع خططا كثيرة في مجالات أخرى. والنقطة التالية، نحن مستمرون في تحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء. في سيناء هذه ليست عملية قصيرة الأجل وتنتهي، أولها كما حددنا أبناؤنا بغير نقطة دم واحدة. أنا أريد في هذا المجال أيضا أن أتوجه بالتقدير والشكر إلى رجال القبائل أبناء الأرض في سيناء الذين ساهموا مساهمة فعالة في تحقيق هذا الهدف المرحلي المهم، دون أن يكون هناك إصابات ودون أن تكون هناك دماء. نحن نتحمل وقواتنا تتحمل مثل هذه الأمور لحفظ الأمن. النقطة التالية هي هذه منطلق هذه المرحلة وهذا الحدث منطلق لنا جميعا. سيناء وحلول مشاكل أبناء سيناء حقهم علينا، وتنمية سيناء التنمية الحقيقية، وحقوقهم الكاملة، حقوقهم السياسية، حقوقهم الاقتصادية الاجتماعية، حقوقهم التعليمية الصحية، حقوقهم كاملة
كباقي أبناء مصر في كل مكان. فنحن الآن لا بد وأن نحقق التنمية الحقيقية لسيناء، لا بد وأن نتواصل كما بدأنا قبل ذلك، لكن نستمر وبكل قوة في حماية أمن أهل سيناء، في تحقيق استقرار أهل سيناء، في الدفاع عن الوطن وعن أهل سيناء وعن سيناء. أرضنا هذه جزء منا، من لحمنا ودمنا، أبناؤنا وإخواننا رجال ونساء، كل من يقيم على أرضنا وهو ينتمي إلى هذه الأرض في رقبتنا وله كل الحقوق علينا. ثم أيضا للشعب المصري كله، الشعب المصري العظيم الذي ينسج منظومة كبيرة في المضي إلى الأمام، في النظر إلى المستقبل، في الإنتاج. ننتج كما أقول وأؤكد لنمتلك غذاءنا، ولنمتلك دواءنا، ولنمتلك سلاحنا، هكذا بخطط واضحة وبإمكانيات كبيرة وبإرادة وعزيمة ورجال في هذا الوطن قادرون على تحقيق هذه المصلحة العليا لهذا الوطن. ثم إلى كل الإخوة الكرام الذين يهتمون بالشأن العام ويهتمون بالشأن السياسي ويحبون مصر من إخواني الموجودين، ونقول المعارضة، أنا أقول أبناء هذا الوطن الحريصون على مصلحته، هيا بنا ننطلق في إطار أوسع وفي طريق واحد، لننضم جميعا في منظومة واحدة، نتآخى، نتكامل، نتعاون، نتوافق، نترافق، يحب بعضنا بعضا أكثر، ننطلق إلى الأمام، ويقول كل منا للآخر ما يريد. للوطن قيادة، وفي هذه تفاصيل كثيرة. مؤسسة الوطن، الوطن مصر أكبر منا جميعا وأهم منا جميعا، ومصلحة الوطن والمواطنين هي ما نحمله جميعا، قيادة وشعبا وأكثرية ومعارضة، كلنا جسد واحد. فهيا، وأنا أفتح كل الأيادي من كل الحاضرين هنا إلى كل من يحب لهذا الوطن الخير، وأنا أحسب أن الجميع يحبون لهذا الوطن الخير، لكي نكون بحق أبناء ثورة 25 يناير، شباب ثورة 25 يناير، المصريون بعد 25 يناير، الجسد الواحد، حتى وإن كان أمامنا أشواك ونمضي عليها بجراح، ولكننا نحقق الآمال إن شاء الله. هؤلاء الرجال اللي انتم شايفينهم هم الذين حموا هذه الثورة، هم الذين قاموا على إدارة هذا الوطن في مرحلة انتقالية. الآن هناك قيادة منتخبة لهذا الوطن، وهناك مفاهيم كبيرة للحرية والديمقراطية والاستقرار، وكل يؤدي في مجاله. القوات المسلحة فخر هذا الوطن، فخرنا جميعا. نعمل عملية دقيقة جدا متناهية الدقة، بخطة متناهية الدقة، الحرص فيها على الأرواح، على أولادنا، على الدماء، على أهل سيناء، على أهل مصر. يعاون هؤلاء الرجال بقيادتهم العظيمة التي يحبها الجميع ويقدرها الجميع. أنا قلت أحمد وصفي، اللواء أحمد وصفي، لكن من معه رئيس أركان جيشه، قيادات كتايبه، أسلحته، سلاح الطيران عمل معاه إيه، الطيارات اللي طلعت أمس وكان يمكن أن تتعرض للخطر وما زالت في أماكنها، لأن منظومة الأمن وفرض منظومة الأمن قواتنا في أماكنها ومستمرة في أداء دورها لحفظ أمن الوطن والمواطنين. الوطن سيناء وأوسع، والمواطنون أهل سيناء وأكثر. أقول أن هذه القيادات هي التي حمت هذه الثورة، هذه القيادات، القوات المسلحة والداخلية، الشرطة والمخابرات العامة وأجهزة الأمن، الذين يعملون الآن بتكامل. لدينا قيادة موحدة، لدينا هدف كبير واحد، نسلك مسالك
القوة في الأداء. الحكومة تؤدي دورها وهي تنجز، والآن الفلاحين يؤدوا دورهم، والعمال يؤدوا دورهم، والزراعة تنتج بفضل الله، والصناعة تتحرك، والاستثمار يوجد مجالات وفرص عمل جديدة وكثيرة لأبنائنا الشباب، والامتحانات وأبنائنا الممتحنين وشبابنا في الجامعات، كل هؤلاء في قلوبنا وفي عيوننا. فأدعو الجميع، هلموا جميعا لنجلس لنتحاور إذا لزم الأمر، لنختلف أحيانا في وجهات النظر، لكن لنقول رسالة واحدة: نحن المصريون بفضل الله انبعثنا من جديد بهذه القيادات العظيمة، بهذه الوجوه ومن وراءها ومن خلفها ومن وراءنا جميعا من أبنائنا وإخواننا ورجالنا ونسائنا ومسلمين ومسيحيين. انبعثنا لكي نحقق نهضة كبرى، لكي نحقق بإرادتنا وجهدنا وعرقنا وعقولنا ومعرفتنا بهذا العالم، نحقق هذه النهضة وهذه التنمية. ننظر إلى الأمام لا إلى الخلف، تصالح مع من يريد أن يتصالح من المستثمرين ورجال الأعمال. الذي يريد أن يستثمر في سيناء آمنة مستقرة، هاكم ترون هذه الحوادث لا بد وأن يحاسب فيها المجرم، لا تراجع في ذلك. من يجرم ويخالف القانون لا بد أن يحاسب، ومن كان له حق يأخذه، لكن القانون يسود في كل مكان، وقوة القانون وإنفاذ هذا القانون وسيطرة القوة لتحقيق الأمن ليس ضد الناس، وإنما لتحقيق أمن الناس. ونموذج التعاون اليوم بين رجال سيناء وقبائل سيناء وشرفاء سيناء وأبناء سيناء العظام مع قوتنا الذين حرروا أبنائنا هؤلاء خير نموذج على ذلك. احنا مستمرين في أدائنا المتميز كلنا، يقدر بعضنا بعضا، معارضتنا في عنا أمامنا، في إيدينا في إيدين بعض. احنا رايحين عشان نعمل برلمان، عشان نعمل مجلس نواب، عشان الوطن يستقر أكثر. رايحين بننتج، احنا الوزراء بنحاسبهم يوم بيوم، واحد بواحد، ماذا يفعل وفي أي مجال يتحرك. وهذا العالم نتحرك فيه يمينا وشمالا، شمالا وجنوبا، نتحرك شرقا وغربا بتوازن قوة حقيقي. نحن لسنا دعاة حرب، ولكننا قادرون بفضل الله كما ترون أن نحقق الأمن لوطننا على حدودنا، مع أرضنا وخارج أرضنا في حدودنا، فنحن قادرون على ذلك. ولكننا نحمي بذلك التنمية، ونحمي الاستقرار، ونحمي الاستقرار والأمن والسلام. هذه رسالتنا جميعا. ولهذا على الرغم مما في هذه الحادثة من ألم لنا، تألمنا لأن أبنائنا حدث لهم ما حدث، نسعد بأنهم اليوم أحرار مع ذويهم، مع أهلهم، معكم، مع شعب مصر. على الرغم من ذلك إلا أنه ربما يكون في هذا نفع كثير لكي يرانا الناس ونرى أنفسنا جسدا واحدا. والحمد لله وضعت الخطط واشترك الجميع في وضعها، وتم التنسيق بين القوات من كل ألوان الطيف بالقيادات، وجرت العمليات، وما زال الأمر مستقرا ومستمرا لحفظ الأمن. أنا أدعو الجميع الذين في سيناء ولديهم سلاح أن يسلموا سلاحهم هذا. الوطن أكبر منا جميعا، والسلاح لا يجب أن يكون إلا مع السلطة، مع رجال القوات المسلحة والداخلية بقواعد وقوانين العمل والتسليح والسلاح. أمنهم مسؤوليتنا، لكن لا يوجد سلاح إلا مع المؤسسة. فمن لديه سلاح يسلمه، ومن عنده مظلمة يتقدم بها. نحن على اتصال وحوار، ومن أجرم لا بد وأن يحاسب. القانون فوق الجميع، والوطن فوقنا جميعا، وقواتنا مرابطة تحفظ الأمن ولا تعتدي أبدا على أحد. نقطة دم واحدة من أي من أبنائنا في سيناء المقيمين فيها أو قوتنا أغلى عندنا من أي شيء. نتريث، نخطط، لا نبتز
لا يضغط علينا أحد، لا نتخذ إجراءات استثنائية أو متهورة، ولكن لا نتراجع ولا نترك، ونقيم حقيقة دولة مستقرة وسيناء في القلب من ذلك. الجميع هنا ومن وراءهم قيادة في كل المجالات المدنية، الوزارات، المحليات والمحافظات، القوات المسلحة ودورها العظيم، الشرطة والداخلية، الأمن والمخابرات، هذه لحمة كتب لها أن تتكامل وتتحد، والله يرعاها. ولذلك ننظر أمامنا وننطلق، والله يوفق الجميع إن شاء الله. أشكركم وأتمنى لكم جميعا التوفيق ولأبنائنا اللي هم في قلبنا، وأشكر كل من ساهم في أن يتحرر هؤلاء الأبناء اليوم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. إن شاء الله هيبقى عندكم يعني بعد كده مؤتمر. شكرا جزيلا.